السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ موضوع النهاردة فيه مشكلة. تمام. انا بس حابة اقول لكل راجل، ده لو هو راجل اصلا طلق مراته، انت ليه بتساومها بالعيال؟ ليه بتهدد مثلا ان انت هتسحب مثلا ملف العيل من المدرسة؟ ليه زي ما دخلت بالمعروف اطلع بالمعروف، خليك انسان محترم للنهاية. لكن دول اشباه الرجال، مش محترمين اصلا. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. مفكر نفسه كده ان هو راجل. لا، انت كده مش راجل. الرجولة ان انت تبقى انسان محترم للنهاية. الرجولة ان انت تحتوي ولادك حتى وهم بعيد عنك. الرجولة انك ما تهددش عيل في مستقبله. ايه، هسحب ورقك من المدرسة؟ ليه هبعدك عن امك مش هتشوفها تاني؟ ليه تحير امه في محاكم من سنين السنين؟ ليه؟ بتستفاد ايه بكده؟ يبقى بل انت الخسران، لان كل محضر بيروح بيدفع له فلوس. كل محضر بيروح بيدفع له فلوس عشان يقول في المركز مثلا او في المحكمة لم يستدل على عنوان. طب استفدت انت ايه؟ استفدت انت ايه لما مشحطت عيالك؟ استفدت انت ايه لما مشحطت طليقتك معاك؟ ايا كان نوع الخلاف بينك وبينها، ايا كان نوع الخلاف بينك وبينها، خلاص ربنا مش راضي ان انتوا تكملوا مع بعض. بس عشان خاطر في بينكم ارواح معلقة ما بينكم انتوا الاتنين، احترم نفسك. خليك بني ادم ولو لمرة. خليك راجل. ليه بتشحطط طفلك او عيلك معاك او بنتك معاك؟ ليه تجبر العيل انه يكرهك ويكره العيشة معاك او يكره حتى انه يسمع اسمك؟ طز في كل راجل، في كل عيل مسمي نفسه راجل. ما قدرتش تكمل النهاية وخربت بيتك بنفسك. ليه بتشيلها هي وعيالها المسؤولية؟ ليه ما انتش قد المسؤولية انك تفتح بيت وتشيل عيال وتشيل زوجة وتحتويها وتحترمها؟ طالما انت مش كده، طالما انت مش كده من البداية ما كنتش اتجوزت. طالما انت ابن امك او ابن اختك او عيل ما كنتش اتجوزت. طالما انت انسان مش كفء انك تفتح بيت ما كنتش حيرت الناس معاك. لكن الست تقعد سنين في المحاكم عشان تاخد حقها هي وولادها. ويوم ما تاخد حقها هي وولادها، انا هسحب ملف البت من المدرسة. اسحب ملف البت كده من المدرسة، اسحبه. اي راجل او اي عيل مش قد المسؤولية ومش قد ان هو يفتح بيت، بلاش يا بابا اصلا تعرض لبنات الناس. خليك محترم. طالما مش هتعرف تفتح بيت، خليك محترم واقعد في بيت امك احسن. المشكله دي مشكلتي انا من 2011 اقسم بالله في المحاكم. من 2011 كل مره بيروح محضر لم يستدل على عنوان. خد لك يا عم 100 جنيه، خد لك 50 جنيه. انت لو كنت حوشت الفلوس دي كلها على مدار السنين دي كلها كنت اديتني حقي وزياده. كنت احترمت نفسك. على الاقل كان شكلك بقى قدام ربنا يا اخي. طز في الناس. شكلك قدام ربنا ايه في الاخره كده وانت واقف واخد حق ولية يتيمة اب وام؟ شكلك هيبقى عامل ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يظلم مراته وعياله. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك. تبقى تنسحل تتفرم كده على الاسفلت. ما انتوا مش قد البيوت ومش قد فتحانها، تفتحوها ليه؟ ولا كلمة توديك وكلمة تجيبكم؟ امك قالت لك ما تعملش ما تعملش، امك قالت لك ما تجيبش يبقى ما تجيبش. انا راجل، انا راجل احترم الست اللي معايا واقدرها، احطها جوه عينيا. هي اتنقلت في ملكيتي من ملكية ابوها لملكيتي، يبقى خلاص ابقى قد المسؤولية. احترمها واحتويها وطبطب عليها، افتح لها بيتها بما يرضي الله. الناس اللي بتصرف وتدي فلوس بره
في مكالمات وغيره وغيره، عيالك اولى بيه. الناس اللي بتطلع تقابل بنات، عيالك اولى بيه. مراتك اولى بالكلمه الحلوه اللي انت بتقولها لواحده تانية في التليفون. صح ولا انا غلطانه؟ اقسم بالله العلي العظيم ده حال كل الناس دلوقتي، ولو دخلتوا محكمه الاسره هتشوفوا العجب. انت لما انت مش قد المسؤوليه وما انتش راجل، انت لما انت ما انتش راجل ومش جدع ومش محترم، ليه ما تنساش اللي انت حاطط مراتك فيه دلوقتي او طليقتك فيه دلوقتي، بنتك هتتحط فيه، وساعتها هتزعل وهتتقهر، لان كما تدين تدان. اللي انت بتعمله هيتعمل فيك آجلا ام عاجلا. ليه ما نعيش بما يرضي الله حتى لو اتطلقت؟ ليه ما احترمش نفسي؟ نفقة ولادي اوديها في وقتها. ليه ما اشوفش عيالي بكل ادب واحترام؟ مش كل ما اشوفهم اشحنهم. وحتى لو خدت عيل يعيش معاك، خليه يعيش معاك بما يرضي الله، ما تكرهوش في امه. تكرهه في امه ليه؟ ليه تبهدله وتخليه مشتت نفسيا؟ ليه انت كده عايز دكتور نفسي؟ ما هو انت مش بني ادم سوي عشان تطلع ابنك كاره نفسه وكاره الحياة وعايز ينتحر، تبقى انت مش بني ادم سوي. ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل. اي نعم انا ما كملتش، خلاص ما كملتش مش مشكلة، بس احترم البني ادمه اللي كانت شايله اسمي في يوم من الايام، واحترم حياتي معاها. وكل يوم حلو مرينا بيه سوا، وكل يوم وحش برضه مرينا بيه سوا. وقد ايه هي استحملتك بهبلك بعبطك بجنانك بقرفك بكل حاجه، بسمعانك كلامك لاهلك، بسمعانك كلامك لامك، ما تعملهاش، ما تعملش. استحملتك بكل حالاتك، ومع ذلك انت مش قادر تستحمل عيالك، مش قادر تحتويهم، وخصوصا لو كانت بنت لازم تحتويها عشان ما تبصش بره. بنت بقت في سن دلوقتي خطر، بنت لازم تبقى عينيها مليانه من كله، لازم تبقى عايشه ملكه، عايشه في ظلك ملكه. بس للاسف انت حيوان. اي راجل يظلم الست اللي كانت عايشه معاه وشايله اسمه ويظلم عياله، حيوان وبهيم وما بيفهمش. يا رب الرساله تكون وصلت. اعذروني على انفعالي، لان انا بجد عايشه في اسوأ حالاتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مش قادر يفتح بيته بما يرضي الله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد المفروض ان كل كلمه حلوه تبقى لمراته بيروح يقولها لواحده تانية غير. المفروض ان كل حاجه حلوه تبقى لعياله بيروح يعملها مع الناس تانيين. اتقي ربنا، اتقي ربنا، مش هتعرف تفتح بيت من اولها بلاش. واتقي ربنا، اتقي ربنا عشان ما تترميش في نار جهنم. اتقي ربنا في النفس، هي تحت ايدك، ابنك او بنتك ده تحت ايدك، اتقي ربنا فيه. اتمنى اسمع ارائكم في التعليقات، ويا ريت الفيديو يعجبكم. لايك وشير القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.